في رقم اتقال في السوق العقاري الايام اللي فاتت يستاهل نقف عنده شويه. شركه ماونتن فيو اعلنت انها تخصص حوالي 25 مليار جنيه للانشاءات خلال 2026. الكلام ده صحيح؟ طبعا. طب السؤال هنا يا رفعت، ايه معنى الرقم ده فعليا في السوق؟ لو بصينا على الأرقام في خلال آخر سنتين الصورة هتوضح بالنسبة لنا كتير. في 2024 كان حجم الإنفاق على الإنشاءات حوالي 10 مليار جنيه، زاد شوية في 2025 وصل ل 18 مليار جنيه، والنهاردة في 2026 ماونتن فيو بتعلن إنها هتنفق على الإنشاءات أكتر من 25 مليار جنيه، وده بزيادة حوالي 15 مليار جنيه في آخر سنتين، فده رقم كبير جدا، وده مؤشر واضح على حجم إنشائي كبير بيتماشى مع المبيعات والنمو فيها، وده في العادة بيبقى أهم مؤشرات التطوير الصحي في السوق العقاري المصري. طيب والانفاق ده مرتبط بمشاريع معينه؟ طبعا الانفاق ده ابتدى من ماونتن فيو كينجز واي في غرب القاهرة، وطبعا المرحلة الجديدة في أليفا جوه المستقبل سيتي، وطبعا الاستلامات المستمرة اللي شغالة في ماونتن فيو اي سيتي في التجمع الخامس. طيب ماونتن فيو حجمها في السوق عامل ازاي دلوقتي؟ ماونتن فيو من أكبر الشركات اللي موجودة في مصر حاليا بمبيعات أكتر من 85 مليار جنيه في 2025، وعندها أكتر من 23 مشروع ما بين شرق وغرب القاهرة وطبعا منطقة الساحل الشمالي. طيب والتسليمات يا رفعت؟ الشركة سلمت بالفعل أكتر من 17,000 وحدة سكنية في خلال 20 سنة كاملة، ودلوقتي بتتحضر إنها تسلم أكتر من 3000 وحدة سكنية في خلال 2026. وفي السوق العقاري تحديداً الإنفاق المستمر على الإنشاءات بيبقى دايماً هو الصورة اللي بتوضح الإنشاءات اللي موجودة فعلاً على الأرض.